النهاردة بقى هنفتح ملف في شركة كلنا نعرفها وحافظين منتجاتها، جهينة. بس السؤال هنا مش هي بتعمل إيه، السؤال للمستثمر: هل العملاق ده لسه قادر ينافس؟ يعني إحنا في عالم جديد، أذواق بتتغير، ضغوط اقتصادية عنيفة. فهل جهينة مجرد قلعة مستقرة ولا ممكن تكون فخ للمستثمر؟ معانا مجموعة تقارير مالية وتحليلات للسوق لحد نص 2025، وهدفنا نفصصها سوا. الموضوع أعمق من مجرد أرقام مبيعات على فكرة. جهينة بتشتغل في قطاع بيسموه القطاع الدفاعي، وده بيخليها زي السفينة الكبيرة في بحر هايج. ممكن تكون بطيئة شوية بس صعبة قوي تغرق. التحدي الحقيقي زي ما قلتي بالظبط هو هل السفينة دي قادرة تغير مسارها وتواكب العواصف الجديدة؟ توصيف ممتاز. طيب خلينا نبدأ بالأساسيات للي يمكن مش مدرك حجم الكيان ده. بنتكلم عن شركة جهينة للصناعات الغذائية، لاعب أساسي في سوق الألبان والعصاير والزبادي في مصر. حصتها السوقية ضخمة. بس في سوق زحمة زي ده، إيه اللي بيخلي جهينة لسه محتفظة بمكانتها؟ ليه أروح أشتري منتجها؟ هنا بقى بتظهر قوة الأصول اللي مش ملموسة. بصي، الميزة التنافسية لجهينة مش في سعرها خالص، هي في حاجتين أساسيتين. الأولى هي قوة العلامة التجارية نفسها. طبعاً. اسم جهينة مرتبط في ذهننا كلنا بالجودة. بالظبط، بالجودة والثقة، ودي حاجة اتبنت على مدار أجيال. يعني شوفي في أوقات الأزمات لما المنافسين يغرقوا السوق عروض، حصة جهينة بتتحرك بشكل طفيف جدا. ده معناه إن ولاء العميل أقوى من السعر. فعلا، وده أصل قيمته مليارات. والميزة التانية هي شبكة التوزيع الجبارة. منتجات جهينة بتوصل لكل بقالة وكشك في أبعد قرية في مصر. دي حقيقة. القدرة دي على الوصول بتخلق حاجز دخول ضخم لأي منافس جديد. عشان تبني شبكة زي دي محتاج سنين واستثمارات ضخمة. جميل. النمو ده والسيطرة دي أكيد وراهم أداء مالي قوي. المصادر اللي معانا بتورينا أرقام مشجعة. في 2024 الإيرادات كانت حوالي 18 مليار جنيه، وفي النص الأول من 2025 بس وصلت ل 10 مليار. ده معناه إن الشركة ماشية في سكة نمو سنوي ممكن يعدي ال 15%. بس لحظة، في حاجة هنا مش منطقية. الإيرادات زادت بنسبة كبيرة، لكن صافي الربح نموه أبطأ بكتير. في 2024 كان 1.5 مليار، وفي نص 2025 حوالي 700 مليون بس. كأن كل جنيه زيادة في المبيعات الشركة بتكسب منه أقل من الأول. ده مؤشر مقلق شوية. إيه اللي بيحصل؟ سؤال ممتاز، وده اللي بيفرق بين قراءة الأرقام وتحليلها. اللي بيحصل ده اسمه انضغاط هوامش الربح. عشان نبسطها، في نوعين من الربح بنبص عليهم. الأول هو هامش مجمل الربح. ده ببساطة الفرق بين سعر بيع المنتج وتكلفة المواد الخام اللي اتعمل بيها. عندكوا هنا الهامش ده مستقر بشكل مبهر عند حوالي 28%. ده بيقولك إن الشركة قادرة ترفع أسعارها كل ما تكلفة اللبن أو السكر تزيد. أوكي، لحد هنا كويس. المشكلة فين بقى؟ المشكلة بتظهر في هامش صافي الربح. ده الربح النهائي بعد ما تشيلي كل المصاريف التانية: مرتبات، تسويق، إعلانات، إيجارات، فوائد ديون، كل حاجة. الهامش ده هو اللي بينزل، وده معناه إن تكاليف تشغيل الشركة نفسها بتزيد بسرعة أكبر من زيادة المبيعات. بتبيع أكتر بس مصاريفها بتجري أسرع. بالملي. وده يوصلنا لنقطة الديون. النمو السريع ده كتير بيكون على حساب قروض. هل جهينة بتستلف كتير عشان تكبر؟ دي بقى نقطة قوة تانية ومفاجأة في وضع جهينة. في مؤشر مهم جدا اسمه نسبة صافي الدين للأرباح التشغيلية، أو Net Debt to EBITDA. المؤشر ده كأنك بتسألي، لو الشركة وجهت كل أرباحها لسداد ديونها هتاخد كام سنة؟ النسبة عند جهينة أقل من مرة ونص. ده مستوى آمن جدا. تقدر تسدد كل ديونها في أقل من سنة ونص؟ بالظبط. فنموها مش مبني على ديون مؤلقة، وده بيديها مرونة مالية كبيرة. تمام. الإدارة المالية شكلها حكيمة. بس في مؤشر تاني دايما المستثمرين بيبصوا عليه: العائد على حقوق الملكية أو ال ROE. هل هم شاطرين في استخدام فلوسنا كمستثمرين؟ هو بالظبط مقياس كفاءة، والROE عند جهينة في حدود 20%. عشان نحط الرقم ده في سياقه، شهادة الاستثمار في البنك ممكن تديك عائد قريب من ده بس بمخاطرة صفر. فكون الشركة قادرة تحقق العائد ده في ظل كل المخاطر والمنافسة، ده يعتبر أداء قوي جدا. يبقى الصورة لحد دلوقتي: شركة عملاقة، علامتها التجارية درع واقي، شبكة توزيعها حصن منيع، ديونها تحت السيطرة،
والإدارة بتعرف تحقق عوائد كويسة، لكن في شرخ صغير بدأ يظهر في هوامش الربح، وده غالباً مرتبط بنقاط ضعفها. صحيح. المشكلة اللي شفناها في هوامش الربح دي بتنقلنا لأكبر نقطة ضعف عند جهينة، الاعتماد الكبير على المواد الخام المستوردة أو اللي سعرها مرتبط بالدولار. زي الأعلاف ومواد التعبئة والتغليف. بالظبط. ونقطة الضعف دي لوحدها ممكن تكون تحت السيطرة، لكن الكارثة بتحصل لما تدمجيها مع أكبر تهديد بيواجه الشركة. وهو تقلبات سعر الصرف. بالملي. لما سعر الدولار بيزيد، تكاليف جهينة بتنفجر، وهنا الشركة بتتحط في موقف صعب جدا. هل تزود أسعارها على المستهلك؟ لو عملت كده ممكن تخسر جزء من حصتها السوقية. ولا هل تمتص هي الزيادة في التكلفة؟ لو عملت كده صافي أرباحها هيتآكل. المعادلة دي هي أكبر تحدي بيواجه إدارة الشركة كل يوم. طيب، على الجانب التاني، إيه الفرص المتاحة قدامهم؟ مش معقول يكون الوضع كله كده. لا طبعا، الفرص ضخمة. أولاً، السوق المصري نفسه بينمو طبيعياً بسبب الزيادة السكانية. ثانياً، في فرصة كبيرة للتصدير، خصوصاً للأسواق الإفريقية والخليجية. بس هنا في مفارقة مثيرة للاهتمام. إيه هي؟ مش غريب إنه أكبر فرصة للشركة مرتبطة بالعملة الصعبة، وأكبر تهديد ليها هو برضو العملة الصعبة. دي نقطة مهمة جداً. ده بيخليها في وضع متناقض. نجاحها في التصدير ممكن يعوض جزء من خسائرها بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد، فكأنها بتجري في سباق ضد نفسها. وده بيرجعنا لفكرة القطاع الدفاعي اللي قلتها في الأول. ممكن تشرحها أكتر في السياق ده؟ أكيد. القطاع الدفاعي هو اللي بينتج سلع أساسية الناس ما بتستغناش عنها. مهما حصل، الناس هتفضل تشتري لبن وزبادي لأطفالها. عشان كده مبيعات جهينة بتفضل مستقرة نسبياً في الأزمات. الطلب مش بيقع. تمام. لكن التحدي الكبير للشركات دي مش بيكون في البيع، بيكون في الربح. الشركة بتبيع بس تكاليفها بتزيد بسرعة، فصافي الربح في الآخر بيتأثر. يعني هي شركة بتحميكي من ركود المبيعات، لكن مش بالضرورة بتحميكي من تآكل الأرباح. فهمت. يعني السهم ممكن يكون استثمار آمن من ناحية استمرارية الشركة، لكن مش بالضرورة مربح على المدى القصير لو في أزمة. طيب، بناء على كل ده، المصادر اللي معانا بترسم سيناريوهين للسنتين الجايين. خلينا نتكلم فيهم. تمام. السيناريوهين دول بيجاوبوا على سؤال واحد: هل جهينة هتقدر تسيطر على مصيرها، ولا هتكون تحت رحمة الظروف الاقتصادية؟ نبدأ بالسيناريو المتفائل أو البيس كيس. ده بيفترض إن الشركة هتنجح تمرر أغلب زيادة التكاليف للمستهلك، يعني هتستخدم قوة علاماتها التجارية عشان ترفع أسعارها وبالتالي تحافظ على هوامش ربحها. والمحرك الأساسي للسيناريو ده هو ثقة الإدارة في ولاء المستهلك. هم بيراهنوا على إنك لما تقفي قدام تلاجة السوبر ماركت هتختاري جهينة حتى لو أغلى شوية. ولو الرهان ده نجح، السهم هيحقق أداء ممتاز. والسيناريو التاني المتحفظ أو الداون سايد، ده كأنه بيقول إن المنافسة الشرسة هتمنع الشركة من رفع الأسعار بالشكل الكافي، وبالتالي جهينة هتضطر تمتص جزء كبير من زيادة التكاليف. الإيرادات ممكن تزيد، لكن صافي الربح ممكن يفضل ثابت أو حتى يقل. الفرق بين السيناريوهين هو سؤال عن القوة. هل قوة البراند أكبر، ولا قوة المنافسة والظروف الاقتصادية؟ المستثمر الذكي هو اللي هيراقب المؤشرات دي. لو لقيت المنافسين الصغيرين بدأوا ياكلوا من حصة جهينة، يبقى السيناريو المتحفظ هو الأقرب. لو لقيتي جهينة بتزود أسعارها والمبيعات مش بتتأثر، يبقى السيناريو المتفائل هو اللي بيتحقق. ممتاز. وصلنا لنقطة الحسم. بعد كل ده، الزتونة إيه؟ نشتري ولا نستنى؟ لو بصينا على تقييم السهم، في مؤشر زي مضاعف الربحية أو PE. ببساطة، المؤشر ده بيقول لنا المستثمرين مستعدين يدفعوا كام جنيه في السهم مقابل كل جنيه الشركة بتكسبه في السنة. حالياً هو حوالي 12 مرة. بالمقارنة بتاريخ الشركة نفسها وبالسوق، الرقم ده يعتبر جذاب جداً. يعني مش رخيص يقلق ومش غالي يخوف. بالظبط كده. وفي مؤشر تاني اللي هو EV بيتا. ده مؤشر أشمل شوية، لأنه بياخد في اعتباره ديون الشركة، وهو كمان بيشير لنفس النتيجة، إن قيمة الشركة كلها مقارنة بأرباحها التشغيلية تعتبر معقولة جداً. التقييم الحالي بيقول إن السوق يمكن مش مدي للسهم حقه بالكامل. إذن التوصية النهائية إيه بناء على كل التحليل ده؟ التوصية هي شراء، لكن مع ملاحظة مهمة جداً: السهم ده للمستثمر متوسط التحمل المخاطر. ليه؟ لأنه بيجمع بين الأمان والنمو من ناحية، والمخاطرة من ناحية تانية.
الأمان جاي من إنها شركة قائدة في قطاع دفاعي ومستحيل تفلس، والنمو جاي من زيادة المبيعات. لكن المخاطرة المتوسطة جاية بشكل أساسي من الضغط على هوامش الربح اللي اتكلمنا فيه. يعني فرصة كويسة لكن مش خالية من المطبات. بالضبط. القرار النهائي بيعتمد على شخصية المستثمر. لو مستثمر بيدور على شركة قوية قائدة في سوقها بتنمو وسعرها الحالي معقول ومستعد يصبر عليها لو مرت بفترة صعبة، فجهين اختيار ممتاز. لكن لو هو مستثمر مش بيحب يشوف تقلبات في الأرباح على المدى القصير، يمكن السهم ده يسبب له بعض القلق. ممتاز. إذن خلاصة تحليلنا إن جهينة سفينة ضخمة في محيط اقتصادي متقلب، هيكلها صلب ومركزها المالي قوي، وده بيديها استقرار. لكن تحديها الأكبر هو كيفية الإبحار وسط أمواج التكاليف المرتفعة، والتقييم الحالي بيخليها رحلة مغرية للمستثمر اللي عنده الجرأة يركب الموجة دي. تلخيص دقيق وممتاز. طيب، قبل ما نختم هنسيب المستمع مع سؤال أخير يفكر فيه. كل تحليلنا كان مبني على الأرقام والوضع الحالي، لكن ماذا عن المستقبل؟ مع تغير أذواق جيل الشباب والوعي بالمنتجات الصحية والبدائل النباتية زي ألبان الشوفان واللوز، هل جهينة محتاجة تعمل ثورة في منتجاتها وتبتكر أسرع عشان تضمن النمو على المدى الطويل، ولا قوة علامتها التجارية الحالية كافية؟ هذا هو سؤال المليار دولار، لأن المستقبل مش بس في إدارة التكاليف الحالية، لكن في القدرة على خلق مصادر إيرادات جديدة. الاستثمار في الابتكار هو اللي بيفرق بين الشركة اللي بتحافظ على مكانتها والشركة اللي بتصنع المستقبل. والإجابة على السؤال ده هي اللي هتحدد شكل جهينة بعد 10 سنين من دلوقتي.